السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة ديليز دو مريم. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا خبيزات ديال نقدموا في المناسبات الاعياد والعراضات، كيجيو رائعين وبمقادير مضبوطه، غادي يجيو ناجحين ان شاء الله. اللي كيشوف القناه لاول مره يتفضل معايا يتشارك في القناه، واللي معايا في القناه ما فيها باس يضغط على زر اعجاب. نبداو على بركه الله في الوصفه. عندي 200 غرام ديال الدقيق الاصفر، و800 غرام ديال الدقيق الابيض الفورس، 4 كأس ديال الحليب دافئ، معلقه كبيره ديال السكر الخشن، ومعلقه ديال الخميره الفوريه، وملعقه ديال الزيت. عندي واحد 30 غرام اولا معلقه كبيره ديال الزبده، ما غاديش نضيفها دابا، هي والملحه غادي نخليهم حتى تعجن ليا العجينه، عاد غادي نضيفهم. نخلط هاد المكونات وغادي نعجنوا العجينه بالماء يكون دافئ، غير شويه يعني ما يكونش سخون، يكون غادي البروده. صافي غادي نعبر حتى الماء، غادي يهز ليا تقريبا 3 الكيسان ونصف ديال الماء، كاس العنبه. على حسب الدقيق ديالكم غادي تزيدوا الماء، غتنقصوا الماء. المهم غادي ديروا 2 كؤوس ونصف، ومن بعد غادي تبقاو تضيفوا الماء تدريجيا والعجينه تكون مرخوفه. هانتوما غتشوفوا القوام ديالها كيفاش غادي يجي. هنا كنعجن كنضيف الماء شويه بشويه. صافي من بعد غادي نهز واحد تقريبا شويه ديال الماء قليل جدا، واحد غير نص كاس، يعني ماشي نص كاس، لا شويه شويه شويه، قل من 4 كاس. غادي نخلط فيها هذيك الملحه وغادي نضيفو، وغادي نضيفو العجينه يتجمع مع العجينه حتى هو صافي. ودابا غادي نبدا نضيف الزبده. هانتوما كتشوفوا القوام ديال العجينه كيفاش داير، ماشي بحال الشفنج ولكن خفيفه. صافي هنا غادي ندخل في هذيك، نحاول ندخل هذيك الزبده في العجينه، نخليها حتى تدخل في العجينه كلها، تقريبا واحد دقيقه ديال العجين. اللي ما عندش العجانه غادي يعجن بيديه، العجينه راه ساهله كتعجن دغيا، ما كتعذبناش حيت كتجي اصلا خفيفه. غادي ناخذ واحد البول غادي ندهنو بالزيت، غادي ندير فيها هاد العجين وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي، وغادي نخليها حتى تضاعف الحجم ديالها. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي، راه كتلتصق بالفليدين. صافي هنا من بعد العجينه ما خمرات وضاعف الحجم ديالها، غادي نطلقها في هذا الشكل هذا طويله، وغادي نديرهم. انا بغيت الخبيزات يجوني قد قد، بغيتو ديروا خبيزات كبار ديروهم، بغيتو على حسب الرغبه، بغيتو ديروا عينكم ميزانكم ماشي مشكل. انا كيعجبوني يجوني في قياس واحد، فكنعبر 110 غرام، 110 115 غرام، كيجيو خبيزات رائعين في الشكل ديالهم. صافي غادي نستمر في حتى نكملهم. غادي نديرهم في الطاوه اللي غادي ندخلو للفرن، نفرشوا فيها الورق الفرن ولا ندهنوها بالزيت. هنا غادي ندهنهم شويه بالزيت باش ما يديروش لي ديك القشره. صافي هنا عطاتني، بغيت نوريكم شحال عاد خرجت لي 15. هنا غادي خليتهم يرتاحوا واحد 3 ديال الدقائق 4 باش يعطوني الطوع فاش نبغي نكرسهم، يتكرسوا دغيا ويعطونا يعني الشكل ديالهم اللي بغينا دغيا. اما الا كانوا باقيين قاصحين شويه ما كيبغوش يتكرسوا، كيعاودوا يرجعوا. صافي غادي نستمر، غادي نخليهم حتى يخمروا، غادي نغطي الخبز ديالي غنخليه حتى يخمر. غادي نجيب واحد السكين يكون ماضي ولا ززواره جديده، وغادي تقطعوا هذا الخبز. ماشي غادي تدوزوا غير الموس غير من الفوق، لا، غادي تقطعوه، يعني غادي تدخلوا الموس لداخل بحال كيتقطع. صافي غادي نستمر بحال هكا. انا هنا خديت اصفر بيضه مع شويه ديال الحليب، ولكن ما قداتنيش، يلا درت بها تقريبا هاد 6. من بعد درت بيضه كامله، فكنصحكم ديروا بيضه كامله، يعني ما ديروش غير اصفر بحال كنضيعوا هكا البيض.
ديروا غير بيضه وحده وديروا ليها شويه الحليب، راه كتجي نفس النتيجه. راه الاخرين انا غير هادو اللي دهنوا باصفر بيضه، الاخرين دهنتهم بيضه كامله. صافي من الاول يفضل ديروا بيضه بلاش ما ديروا الاصفر ديال البيضه. صافي غادي ندخلهم يطيبوا، في فرن ساخن. هنا زوقت بالبافو وبالجنجلان. هنا عندي الزريعه، الحبوب ديال الزريعه مع الشوفان، وغادي ندخلهم الفرن ساخن كما قلت لكم. الخبيزات ديالنا كيجيو في هذا الشكل هذا. الى عجبوكم خليوا لي زر اعجاب واشتركوا في القناه، وبسلام عليكم.